السلام عليكم الخوات الخواتات، فين ما كنتوا اينما ارتحلتوا داخل المغرب او خارجه. وما نساش خوتنا وخواتاتنا اللي من الدول العربيه اللي متابعيني كي دايرين بخير لاباس عليكم هانيين ماشطين ناشطين. نتمنى تكونوا فرحانين ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحه جيده ان شاء الله واحوال طيبه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا دوزتوا العيد في احسن حله وفي احسن حال وبالهنا وبالصحه وبالسلامه وتكونوا فرحانين. واليوم يا البنات غادي نطبق معكم كسوه جلابه في نفس الوقت، كسوه او فستان ودخلت عليها القب. كتجي روعه في اللبسه يا البنات اللي فصلت معكم من قبل. اللي ما شافتش الفيديو ديال الفصاله غادي نحطها في اول تعليق. مرحبا والف مرحبا. ما تنسونيش اخواتاتي واخوتي من اللايكات ومن التعاليق الزوينه المحفزه. اللي دخل معنا جديد ما ينساش يشترك في القناه لكي يصلك كل جديد. بشرى العميريه ومرحبا بكم جميعا. واللي ما شافتش الفيديو ديال الفصاله غادي نحطه في اول تعليق. ضروري تشوفي الفصاله عاد طبقي الخياطه. كما كتشوفوا يا البنات الكسوه او فستان بحال اللي لابسه انا انتوما. كما كتشوفوا التحت ديالها البنات كنعمل هذا السورجي هذا كندوزو عده مرات وتيجي حتى هويا على شكل يعني كيجي فرفر بحال الفرفاره لتحت. هانتوما البنات ثلاثه طبقات، طبقه من تحت الصدر وطبقه تحت منها وطبقه، يعني ثلاثه طبقات. والكميمات انا دايراهم بالفرفاره 3 كار. اما هاد الكسوه البنات درتها بلاستيك في الكم وجات روعه ما شاء الله. هاد الكسوه البنات كيما شفتوني وسبق فصلت معكم الكسوه. السيده كتلبس 33 في الصدر. فايته خيط ليها وحده بحال الشكل اللي انا لابسه وجاتها ما شاء الله. يلا هالبنات نتمنى تتبعوا الطريقه ونتمنى تطبقوها. طريقه سهله ومبسطه مع اختكم بشرى العميريه. مرحبا بكم. بسم الله ابدا. اللهم صل وسلم على مولانا رسول الله. كما كتشوفوا معايا البنات هانتوما القطعه الفوقانيه ديال الصدر. هانتوما عندي الفتيحه اللي فيها 6 سنتيم عملت ليها التبطين ديالها البنات. هانتوما قطعت داك الطريف وحتى هو قطعت فيه 6 سنتيم داك الطريف على شكل مستطيل. صافي البنات كنحطو على الفتيحه وكندور بالخياطه. هانتوما البنات ديك الفتيحه لتحت حتى هي كندور معاها بالخياطه وكنطلع. ساهله مهله البنات التبطين ديال الفتيحه باش ملي نركبوا القب، لان القب بالودينات. صافي كندير واحد الكرانات تمايا بالفتيحه وكنعاود نقلب. هانتوما على ذكر هانتوما قالت لي واحد السيده كتقولي هانتوما بزاف وضحكات. قلت لها هانتوما دليل على انني بغيت خواتاتي يتعلموا، يعني كنأكد عليهم كنقول لهم هانتوما. تنطلب الله سبحانه وتعالى البنات كاع اللي عندها رغبه وبغات تعلم الخياطه الله يسهل عليها وتعلم بلا محين، تعلم فرمشه عين يا ربي يا كريم. هذه دعوه من عند خوتكم بشرى العميريه. ما كرهتش اللي دخلت عندي تتعلم وتقول لي تعلمت على يديك يا ربي يا كريم. كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما بطنت ديك الفتيحه درت معاها بالخياطه المره الثانيه. هانتوما كنجيب الجهه ديال الخلف وكنحط عليها الجهه ديال الامام، الكتف على الكتف وكندوز الخياطه. هانتوما يا البنات هانتوما غنبقى نقولها. صافي الكتف الاخر حتى هو نفس الطريقه. وهنا كنجيب القطعه اللي غادي نلصق في الصدر البنات. القطعه الاولى كنتني على جوج وكنعلم، لا بالنسبه للتقطيعه ديال الصدر ولا بالنسبه للقطعه اللي غادي نديرها بالبليات. واحد القضيه البنات حضيو من القطعات الى يتلفوا ليكم، لان القطعه الاولى كتكون تابعه للصدر
تتكون ناقصه شويه، الثانيه كتكون زايده، الثالثه كتكون زايده. حذيو باش ما يتلفوش ليكم. كناخذ البنات ديك القطعه كنحطها على الصدر، وكان نخيط، كندخل واحد 4 سنتيم، وعاد كنبدا بالبليات. انا غاديه كنخيط بالبليات، وانا غاديه كنشوف ديك الكرانه اللي قطعت باش تجيني نيشان مع النص ديال الصدر. النص ديال القطعه يجيني فوق النص ديال الصدر. لاحظوا البنات، وإلا جاتكم ناقصه مثلا ولا زايده تحاولي تحلي وعينك ميزانك. نلصق بواحد الفنيته النص مع النص ونبدا نخيط. صافي البنات، غادي نجيب القطعه اللي من وراء هاد القطعه الاولى، حتى هي غادي نعمل كرانات فيهم في النص. كما كتشوفوني حطيت النص على النص وتثبت بواحد الفنيته، وغادي نبدا نخيط في البليات. انا كنجيكم غير بالسهله البنات، ديروا البليات هانتوما، دخلي واحد 4 سنتيم ولا 5، عاد بديت تخيطي البليات هانتوما. شوفوا، نتمنى تعجبكم الطريقه. وانا غادي كنخيط وانا كنشوف واش غادي يجيوني قد النص فوق النص ولا جاني ناقص ولا زيد، نحاول نحل ونعاود. هانتوما البنات، واللي ما شافش الفيديو ديال الفصاله ضروري غادي نحط لكم الرابط في اول تعليق، دخلوا ليها البنات تستافدوا من الفصاله وعاد دوزوا للخياطه. وغادي نجيب القطعه الثالثه يا البنات، هانتوما النص فوق النص، تثبت بفنيته ونبدا نخيط. هاد القطعه الاخيره البنات نحاول دوك البليات نشتتهم شويه، يعني باش يجيني النص فوق النص، يعني كندير بيناتهم ديك 4 سنتيم هكاك. يلا يجونا دوك البليات مفرقين، يجونا قد وتبقى عينك ميزانك. انتي غادي تدبري ديك الساعه لراسك، غادي تحطي النص على النص وغادي تفرقي البليات حتى تجي النص فوق النص. نتمنى تفهموني يا البنات. صافي كنبقى غادي نخيط حتى نسالي، وانا غاديه كنخيط البنات وانا كنفيني باش تجيني البياسه نقيه ومتوله. دائما كنوصيكم على الفينيسيون. راه علاش ما ديتي تديا البنات، ديتي على البياسه تفينيها وتنقيها غتبقاي ماديه عليها. ديتي على ما عندك غرض تقولي حتى نسالي ولا ماشي مشكل، راه غتجي البياسه خيوطي يدلدلو، السورجي يدلدل، حالته حاله. اللهم البياسه كتجي مفينيه وكتجي نقيقيه وزوينه. راه كما كتشوفوني انا كنخيط وانا كنقي، ما كنحملش نخلي شي خيط، وكتجي البياسه مفينيه لا على من برا لا من الداخل، والحمد لله. وكنتشكروا على هاد القضيه هذه. دابا كملت الطبقات، الطبقه ديال الامام كما شفتوا، والطبقه الجهه الاخرى بحال البنات. ما غاديش ندير لكم حتى الجهه الاخرى باش نركب فيها الطبقات بحال هاد الجهه بحال الجهه الاخرى بلا ما نطولوا الفيديو. كنجيب البنات كنجيب القب، دوك 4 سنتيم كنتني 2 على 2. هانتوما
ضروري اللي ما تفرجاتش في الفيديو ديال الفصاله غادي نحط ليها الرابط في اول تعليق وغادي تفهم. هانتوما البنات كناخد القب متني على الوجه وكنخيط، كنخلي واحد 6 سنتيم هكاك ولا 7، كنثبت بالخياطه وكندير واحد الكرانه وكنقلب. هانتوما كنقلب وكندوز الخياطه. كلشي مفهوم البنات؟ نتمنى ينال الاعجاب ديالكم الشرح ديالي. هانتوما البنات هذا هو القب، كنتني على هاد الطريقه هذه وكندور معاه. هانتوما هادوك هما الودينات. صافي كنتني هنايا الخياطه لتحت ونقي البنات الخيط، حتى خيط ما تنخلي. صافي البنات كندور بالخياطه. حطي لي اختي واحد التعليق زوين محفز وواحد اللايك اللي دخلت معنا جديده ولا جديد، ما تنساش يشترك في القناه لكي يصلك كل جديد. بشرى العميريه، مرحبا والف مرحبا. كما كتشوفوا يا البنات اني ساليت بالخياطه، درت مع القب هانتوما، وكنشد البنات داك الزائد ديال الثوب اللي دخلت لتحت في الخياطه كنقطعو كنحيدو. هانتوما باش ما يجيش خارج من الجناب ديال القب، باش يجينا القب مفيني. هانتوما يا البنات. هانتوما شفتوا البنات؟ وغادي نجيب الجهه ديال الخلف غنعمل فيها واحد الكرانه في الوسط في الرقبه. هانتوما غادي نجيب القب في النص ديالو منين خيطناه. شوفوا هانتوما الخياطه على النص ديال الرقبه ديال الخلف، وغادي ندوز الخياطه. سهله مهله يا البنات، ونتمنى تفهموني. هانتوما حلوا بالكم يا البنات باش تعلموا ان شاء الله يا ربي، الله يسهل على الجميع. شفتوا ملي غادي نقرب نخرج على شكل اكس. شوفوني كيفاش خرجت البنات. شوف كلشي واضح وباين. مازال هاد القب هذا راه ما جاش بحال داك الثوب المزوق البنات اللي فيه اللوان بزاف، قلتوا لي راه ما قشعنا والو، ولكن مازال غادي ندير لكم القب الخياطه ديالو في لون واحد ان شاء الله يا ربي. صافي كنجيب الجهه اللي مقابله معها كنطبع بالستيلو باش تجينا قد هاد الجهه هادي قد هاد الجهه هادي، ما تجيناش جهه فوته على جهه. صافي وكندور للجهه الاخرى منين بديت الخياطه في الاول وغادي نهبط بالخياطه. هانتوما البنات راه كيبان ماشي بحال ديك الجلابه اللي كنت خيطت معكم شحال هادي من قبل، قلتوا لي راه الثوب باللون ما قشعناش، ولكن ان شاء الله غادي نجيكم بلون واحد. شوفوا البنات شفتوا؟ هانتوما شوفوا الودينه كيف درت ليها. شوف وكنخرج للجهه فين طبعت باش تجينا قد الجهه الاخرى. صافي كنثبت بالخياطه. هانتوما شوفوا معايا. شفتوا كيفاش خرجت؟ شوفوا كتجي قد هاد الجهه قد الجهه الاخرى.
داكشي اللي كلينا هنا في الثوب بحال الجهه الاخرى. كلشي واضح وباين البنات. وكنشد دوك الفتيحات تنشوفوا جاو قد البنات. وكنشوف حتى دوك الودينات واش جاونا مقادين. شفتوا البنات داك الزائد ديال التبطين راني قطعته، شوفوا معايا راني قطعته، كنخلي لتحت ديالو غير واحد الصوينتين. شفتوا غير باش ما يجيناش معبرز لتحت، تحت الودينات ديال القب. وغنجيو هنايا البنات فين خيطنا غادي نقطعوا هاد الزائد، داك الثوب اللي بقى لينا لتحت غادي نقطعوه حتى هويا باش ما يجيناش خارج في الخياطه. ها نتوما يا البنات شفتوا، انا زدتكم تا شفتوا. شي منتقده عاوتاني تقول لي كتكطري شفتوا. غير قبلوا علينا الاخوات كيما جيناكم. المهم عندي انا هو تعلموا. وكان نشد هاد الودينات كنشوف واش جاوني مقادين ولا ما مقادينش. الا جاتني وحده فوته على وحده بزاف نحاولوا نحلوا ديك الجهه ونعاودوها. كما كتشوفوا البنات هانتوما صافي كان ديك الودينه كنهبطها وكندوز الخياطه. على ديك الجهه اللي قطعت من تحتها الثوب. شفتوا البنات راه كلشي واضح وباين، نتمنى تفهموني. يعني داك جهد الصوينتين ما يبقاش محلول، غادي نرقدوه بالخياطه. صافي غنجي للودينات هانتوما وغادي نخيط حتى الفتيحه. غنجيب بالخياطه الودينه مع الفتيحه حتى لتحت ديال ديك الفتحه ونحبس بالخياطه. ونعاود الجهه الاخرى نفس الطريقه، نجي حتى للنص ديال الفتيحه. هانتوما البنات يعني تما في داك النص ديال الفتيحه كيتزاو ليا شويه دوك الودينات. هانتوما شفتوا البنات هانتوما ها الودينات البنات كنحط ودينه على ودينه ماشي بزاف غير شويه، كندوز الخياطه كنزديهم. شفتوا البنات وهنا كما كتشوفوا من بعد ما زديت دوك الودينات غادي نخلي جهد 3 سنتيم وكندوز ديك الخياطه. وداك الزائده البنات كنحيدو. شفتوا هانتوما البنات شوفوا الشكل ديالو كي تيجي من الداخل مفيني. تما البنات غادي ندوز لوغلي من الجناب بالبرا. هنايا غادي من بعد ما ساليت القب غادي نجيب الاكمام، غادي نتني الكم على جوج وندير واحد الكرانه كما كتشوفوا. البنات كنطلبكم واحد الطلب، دوروا لي التعاليق الله يجازيكم بالخير، واخا القلوبه واخا اللي كتبتوا الله يجازيكم بالخير. هزوا بيا نهز بيكم، هزوا بيا العلام وزيدوا بيا القدام.
الله يسهل عليكم البنات كاع اللي بغات تعلم. صافي البنات كنحط النص ديال الكم على النص ديال الكتاف ونبدا الخياطه. اما انا بديتها من الجناب، انا عارفه الكم كنفصلو كيجيني لاصق مع الكتاف. اللي خافت غادي يشيط ليها شي شويه في الجناب معليش تحط الكتاف على الكم على الكتاف. صافي كنمشي بالخياطه كيجيني الكم مقاد مع التركيز. غير تبعوني في الفصاله وتبعوني في الخياطه، كاين ما يدار يا البنات. كما كتشوفوا غادي نخيط الكم الثاني بنفس الطريقه، وانا غاديه كنخيط وانا كنأكد لكم على الفينيسيو يا البنات. راه الفينيسيو كيلعب دور حتى هو، راه مهم. انا ملي تجي البياسه مفينيه ونقيه راه حتى هي كيردوا ليها الكليه البال، واش مفينيه واش. ايوا لا اله الا الله. صافي يا البنات غادي نجي لراس الكم وندوز الخياطه. انا غاديه كنخيط وانا كنقاد الكم. التركيز تجيني الخياطه فوق الخياطه، ما تجينيش فايته. الا جاتني فايته نحاول نجبد مثلا الجهه التحتانيه، والجهه الفوقانيه اللي غتجيني طويله على الجهه التحتانيه نشربها شويه ويجوني مقادين. كنوصل للخياطه كنثبت البره وكنهبط مع الجناب، وكذلك القطعات البنات. الجهه ديال الخياطه تجينا فوق الجهه ديال الخياطه ديال التحت. هانتوما ما تجيناش الجهه كما قلت لكم فايته الجهه الاخرى، وفي الجلال تحت تجينا الجهه هابطه وجهه طالعه، لا خطا. نحاولوا كما قلت لكم تجيني الخياطه فوق الخياطه. الا جاتك فوته حاولي تحلي وتعاودي. كما شفتوا يا البنات انا خيطت معكم جهه بلا ما نعاود معكم الجهه الاخرى نفس الطريقه، غير كنطولوا الفيديو. هنا البنات كنكون خايده العبار ديال اللاستيك على السيده، كنتنيه كندوز عليه الخياطه. هانتوما وكنجي لراس الكم كنعمل كرانه في النص ديالو، وكنشد النص ديال اللاستيك كنحطو على البلاصه ديال الخياطه وعلى على البلاصه ديال النص. كنشد بفنيته. هانتوما غير بالنسبه للمبتدئات باش ما يغلبش عليكم تركاب لاستيك. هانتوما كناخذ الخياطه ديال اللاستيك كنحطها على الخياطه ديال الكم، وكناخذ النص ديال اللاستيك كنحطو على نص الكم وكنبدا نخيط. كنجر لاستيك على الطريقه هذه وكنخيط وكنخلي السورجي القياس ديال السورجي يا البنات، وكندوز لاستيك. شوفوا معايا. صافي وغادي نتني لاستيك. شوفوا غادي ندوز الخياطه في البلاصه ديال السورجي اللي خلينا، وانا كنجبد في لاستيك وانا كنخيط. ساهله ماهله يا البنات. ها انتوما يا البنات شوفوا الطريقه ديال تركاب لاستيك كتجي مفينيه ونقيه. شوفوا معايا، شفتوا البنات. وهذا هو الشكل النهائي يا البنات. كما شفتوا في الاول كتجي كسوه او فستان جميل وانيق، كتجي زوينه غزاله ما شاء الله. كسوه جلابه بالقب، كتجي كلوش فيها اتساع، البس كيف بغيتي. ها انتم يا البنات شوفوا معايا، شوفوا
شوفوا الكلوش ديالها كي داير. شفتوها البنات؟ نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم طريقه الشرح ديالي. يا ربي يا كريم، والله يسهل عليكم البنات. آه كنتمنى تشجيعاتكم ودعمكم، وحطوا لي التعاليق، ما كتحطوش لي التعاليق، ما كتحطوش لي اللايكات. حطوا لنا البنات، دوروا لنا التعاليق باش نستمر في النشر ونجيكم دائما بالجديد ان شاء الله. رانا كنجيكم بشرح مبسط البنات. كما كتشوفوا كندوز السورجي من تحت البنات، شوفوا كندوزو عده مرات وكيجي زوين ما شاء الله. كدير هاد اللعيبه هادي في الكساوي وفي البيجامات، كتجي بحال شكل تفرفيره من التحت، كتجي زوينه. يلا البنات، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، نتمنى تنجيب لكم شي حاجه. السلام عليكم.